السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم مطبخ نور. اليوم نقدم لكم أكلة جديدة على الطريقة المغربية، دجاج محمر على الطريقة المغربية. نحتاج لهذه المقادير: دجاجتين وزن كيلو ونص، أنا الوحدة 900، واللي عجبه يسوي دجاجة هاي بعد بكيفه. زعفران نحتاج شعرة مال زعفران نقعوهم مي دافي، وشوية ملعقة مال شاي مي ورد، 3 ملاعق بقدونس أو كرفس أو معدنوس، 1 ملعقة كبيرة ثوم مطحون، ليمون. أنا بس أخذت اللب مالته والمي، والقشرة الفوق مال الحامض ما نحطها لأن تسوي المرارة بالأكلة. نحتاج لهذا المقادير: ربع كوب زيت زيتون أو زيت الطعام العادي، ونحتاج البهارات: كركم ملعقة مال كوب مليانة، زنجبيل ملعقة مال شاي، ملح، فلفل أحمر بارد وحار. الحار شوية، ملعقة مال نص ملعقة مال شاي فلفل حار، ملعقة مال شاي فلفل أبيض، كمون وكزبرة وهيل طحنتهن هاني بالهاون. هسه راح نراويكم الطريقة شلون تصير التتبيلة مالتها. هي لازم من الليل لثاني يوم طبخوها. أنا راح أنقعها وأشوفكم شلون نتبلها، وبعدين أشوفكم طريقة الطبخ مالتها. البهارات كلها: كرفس، ثوم، كلها نحطها هذه المقادير. الزيت، ليمون، البهارات كلها نحط البهارات وخلينا. فلفل اسود هم نسيت اقول لكم. الزعفران وملعقة شاي مي ورد. واللي ما عنده زعفران بيصير بس الكركم. نخلطهم كل المقادير، نخلطهم زين. هي تحتاج التتبيلة من 6 ساعات 8 ساعات. اللي يريد من الصبح ينقعها، واللي يريد من الليل للثاني يوم يطبخها. هي دجاج تصير ويا الزيتون، بس طريقة الطبخ بعد ما نتبلها. هاي خلصنا. هسه ناخذ الدجاج نتبله. انا شرحت هذا الشرع بالسكين، شرحه حتى كل التتبيله تدخل بالدجاجه. وهي طريقه حيل طيبه، انا جربتها حيل طريقه طيبه، ونكهتها حيل طيبه. صح احنا نطبخ الدجاج بس مرات اكو طريقه على طريقه تختلف، بس هاي الطريقه انا جربتها حيل طيبه. هاي هسه ننقعها. هاي الاولى ندخله حتى كله هنا، ندخله هنا بين هاي شرحتها بالسكين، شرحته كله ادخله بيها. ملح حماتين، واذا يحتاج ملح بعد بالطبخ هم نضيفه. هاي قاعدة تتبلها كلها، حتى بالأفخاذ دخلوها، كل مكان ندخلوها بالدجاجة، حتى بالبطن مال الدجاجة تدخلون التتبيلة. وإن شاء الله احنا هسه بس أتبلها، أحطها ورق ما هذه، أغطيها بالنايلون وأخليها بالثلاجة من الليل إلى ثاني يوم أطبخها. وهاي التتبيله ما نذبها مالتها، لان الدجاجه مغسوله بملح وليمون وحامض وطحين، ما يحتاج نذب هذه التتبيله، كلها نحطها بالجدر من نريد نطبخها. هسه راح اغطيها ان شاء الله، وبعد ما نطبخها
بعد ما تاخذ تتبيلتها وتاخذ راحتها نرجع لكم بعد ما نطبخ الدجاجة. لكم بعد ما تبلت الدجاجة ليلة كاملة، أخذت راحتها بالتتبيلة، وكل التتبيلة اللي بالجدر منذبها. نحط الدجاج كله هو والبصل 5 ويا الدجاج. هسه وهذا البقع بالطاسه بالتتبيله مال الدجاج منذبه. هسه شويه احط عليه مي واحطه على الدجاجه، والدجاجه ما يحتاج احط لها دهن لان انا البارحه مخلي عليها بصوب دهن او زيت الزيتون بعد احسن اللي يعجبكم. هسه ظل احبس بيها الى ان لونها يتغير والبصل هم يذبل. كان شوية تحمس نغطيها وكل شوية نظل نقلب بالدجاج، نظل نحمسها 7 أو 8 دقائق لين نشوف لونها يتغير، ونحلى عليها مي حار نخليها 45 دقيقة إلى ساعة إلى أن تتسبك زين ونطفيها. وبعدين أشوفكم طريقة الشو مالتها. والزيت الزيتون هذا 300 غرام و10، هذا زيت زيتون مو زيت زيتون العفو، هذا زيتون. أخليه بعد ما تستوي الدجاجة وأطلع الدجاجة من الجدر وأخليه بالفرن. هاي راجعيكم بعد ما انحمست الدجاجة زين. شوفوا البصل هذا كميته كبيرة كانت، بس شوفوا مع كل البصل هو هذا راح يعطي الصوص الثقيل للدجاج. هاي هساني فوق مي حار عندي، وهذا البقع البهارات التتبيلة ما رديتها، خليتها هنا على الجدر. هاي نخليها 45 دقيقة إلى ساعة إلى نشوف لونها استوت. ولا تشيلونها رأسا من النار، خلوها شوية تبرد. يلا أشيل الدجاج حتى ما تنورد الدجاجة. راجعيكم بعد ما تستوي نشوفكم إياها شلون نحطها بالفرن ونخلي عليها زيتون. هسه احنا خلينا الدجاج بالفرن. على ما يتحمر الدجاج بالفرن راح شعلنا النار على الصوص مال الدجاج شوية يفور، نحل عليه الزيتون حتى ياخذ طعم الصوص مال الدجاج ونطفي عليه. وبعدين ان شاء الله هسه بعد هيك ربع ساعة 20 دقيقة نصبه وتشوفون الشكل النهائي للدجاج. بس هي طريقة حيل طيبة، هذا الصوص حيل طيب. هسه تشوفون ان شاء الله اذا جربتوه وشوفونا. شوية اخلي فلفل احمر، شوية اخلي على مود اللون، بس شوية احط رشة هيك. شوف هذا الصوص حيل طيب. هسه انا خليت الزيتون على صوص الدجاج الى ان يفور 3 دقائق 4 دقائق ياخذ طعم الصوص الدجاج، واطفيه ونظل نراقب الدجاج الى ان يتحمر بالفرن. المشاهدين هاي بعد ما طلعت الدجاج من الفرن ما طول، لان انا قبل فتره كنت حاميه الفرن من 10 الى ربع ساعه بس ياخذ اللون الذهبي ونشيله من القالب. هسه راح اصب عليه صوص الدجاج بالزيتون. صوص حيل طيب والموضوع حيل طيبه، لان قبل يوم نرجع بالتتبيله. اشوف الصوص مالته ايش قد حلو. واللي يحب يسوي ياتم كيفه، ياكل الخبز هم كيفه، مال عزايم هم طريقه حلوه.